ماذا كانت تعني الدولة أو النظام السابق؟ كان يعني لأصحاب الهضبة أي من سمارة ما فوق، كانت يعني الخسارة كان لهم كارثة. لكن نحن في تعز في الحديدة أو المناطق لم نتأثر ولم يتغير حالنا ولا يتغير وضعنا، لأن لم نستفيد منها شيء. لكن عندما تلابس أوضاع المواطن في هذه المناطق من سمارة وفوق، يعني خسارة شكلت عليهم خسارة كبيرة. كان مأكلهم ومشربهم كله منين؟ من المعسكرات. كان كل أفراد الأسرة عساكر، منهم من يداوم ومنهم لا يداوم. فتجدهم كان يعني يحصلون على السكر، الرز، الدقيق، الحليب، كل مقومات الحياة يستلمونها من المعسكرات. يعني منين؟ حق الأفراد، حق العساكر اللي يتعسكروا واللي يداومهم، الذين هم من أبناء إب وتعز وتهامة وغيرها من هذه المناطق. وهؤلاء كانوا يأتون إليه يأخذون التعيين شهريا، أي ما يكفيهم شهريا لولا الرواتب. فكانوا لا يحتاجون إلا يعني إذا احتاجوا يعني أشياء حاجات بسيطة جدا يعني ترفيهية فقط، ولا كانوا كل ما يأكلونه من المعسكرات. فاليوم تجدهم يتندمون ويتحسرون، ونحن نستغرب من هذا العمل. لماذا يتندمون؟ يتندمون على حاجة يتندمون على واقع خسروه. أما نحن لم نخسر شيء. نحن الضباحة زمان أو ذا الحين نكابد ونصارع من أجل لقمة العيش، لا يوجد لدينا شيء. يعني لو فتشنا وعرفنا ما كان يحصل لهؤلاء من معونات ومكرمات لصعقنا من هول الموقف. كانوا يأكلون ويشربون ويتنعمون، ونحن لا نعرف في ذلك شيء. نجدهم نقول ايش هذا الحب وايش هذا؟ يا اخي كانوا يأكلون، كانوا لا يعملون شيء. يعني حتى الأرض أرضهم كان يحرثها معهم عمال من خارج، من الحديدة، من تعز، من يعني يعملون في أرضي. هكذا هي الحياة. فنحن هذه المناطق الوسطى لم نحصل على شيء، لهذا لا تجد أحد يتندم أو يتحسر. انشغلنا بالتعليم وبالدراسة وغير ذلك، يعني كنت تتعلم وتدرس حتى ما تحصلش منصب، تخرج يعني تدبر حالك. الدكتور يخرج يصلح له صيدلية، والمهندس يخرج يشتغل بمجال عمله. حتى أن بعضهم يقول يعني كان يقول أنا أشياء عسكر 2 3 واخرج افتح لي قسم شرطة لو سمح له ذلك لا عصنا. هذا ما أردت أن أنوه بهذه النقطة الذي أذهلتني كثير جدا. وتحياتي لكم.